ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يلا بينا كده نعمل غدا حلو. انا قمت كده رحت السوق جبت كرنب وجيت قلت هي كرنبايه واحده كده اعملها، تبقى اكله كده سريعه وتبقى جميله وتفتح النفس. يلا بينا نشوف انا كده بعمل ايه معاكم. انا كده بجهز الكرنبايه بقورها كده من النص عشان خاطر ايه اسلقها، وبجهز الحاجه معاكم. بصي لازم تطلعي القلب دوت. الناس اللي ما بتعرفش البنانيت الحلوه اللي لسه طالعه دي اللي ما بتعرفش تعمل الكرنب تتعلميه، وهو سهل جدا على فكره. ماشي. كده بقى نحط ميته تسخن عشان خاطر نسلقه. انا قلت كده ايه اقوم بقى النهارده كده اخلص اللي ورايا واعمل ايه المحشي. عماله افكر اعمل ايه، فقلت هي اجيب كرنبايه وتتعمل على طول كده وتبقى جميله. حطيت شويه ملح حلوين كده، ولو عندك كمون ناعم حطي معلقه. انا ما عنديش بصراحه عشان كده ما حطيتش. هنا هعمل برضو الحله التانية، هعمل التقليه. هنا كان عندي هنا كان عندي دهن كده مقطعاه، مش فرموه، مقطعاه كده كده، وحطيت له شويه زيت وقلت يتحمروا كده مع بعض، واقوم فرمه البصله واقوم بقى حطها على النار كده تبقى جميله. لما تحطي الدهن دوت بيسيح مع الزيت بيديكي طعم حلو. عايزه تفرميه وما يبقاش باين معاكي في الاكل بتفرميه. انما انا اصلا باجي احشي المحشي بلاقيها في ايديا بتدوب كده مع شويه الرز، اصلا بتدي طعم جامد جدا. كده بقى جهزت شويه بصل حلوين كتار، هفرمهم كده في الكبه. يا جمال، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل حاجه جديده ان شاء الله اعملها توصل لكم باذن الله. انا قلت كده ايه نشوف هنعمل ايه بقى مع بعضينا كده، ونعمل الاكل الحلو دوت يفتح النفس. وعايزه تعليقات منكم حلوه، التعليقات بتاعتكم بتشجعني. بصوا كده فرمت البصله، ما بتفرمهاش قوي. البصله بتاعت المحشي ما بتتفرمش قوي، يعني انت بتعمليها بتديها ايه زي فرمتين كده 3، وتقومي محمراها كده. شويه فلفل برضو حلوين كتار، فلفل اخضر. عايزه تحطي حراق حطي، انا كنت حاطه فلفل حراق مع فلفل اخضر. بصوا الجمال بقى. كده فرمت الفلفل اهو معاكم يا سيدي. بص الجمال بقى، الفلفل مع البصله وهما بيتشوحوا بيديكي طعم تاني وريحه جميله جدا. كده انت بتسخني الميه على عين بوتاجاز، وبتعملي التقليه، وادينا نفرم القوطه اهو. مش هتاخد معانا وقت، تعطليش نفسك على اي حاجه. تجيبي كده شويه قوطه حمرا بقى كده وجميله كده، وتقومي عامله فرموها، تخلي المحشي زي العسل برضو. بص الجمال بقى. انا قاعده مع نفسي كده قلت ايه ادمج الفيديو والعيال نايمه عشان خاطر ما يعملوش دوشه زي الفيديو اللي فات. احمد قعد معايا وقعد يقول لي دوسي لايك وما تدوسيش لايك. بصوا كده بقى الخضره اهي كنت غسلاها قسمتها نصين عشان خاطر هخرطها ما تبقاش كتيره. ايه رايكم يا جماعه بقى؟ كده بقى اهو. انا بجهز بس حاجه الخضره عشان خاطر اعملها. بقلب التقليه معانا اهو. البصله كده حطيت الكرنب على النار، حطيها بحالها كده في معلش انا كنت جايبه، انا فكرت الكاميرا بتصور بس طلعت كانت واقفه ما كانتش بتصور، وانا بحط الكرنبويه معلش بقى، فما دي ما جاتش كده. بس انا هوريكم وانا بعمل الكرنبويه وبطلعها، هوريكم عامله ازاي ورقه ورقه وتسلقوها وتبقى جميله كده معاكم. كده هقلبها اهو. بصوا الجمال اهي. اما تقوريها حلو من النص هتعرفي تفصصيها وهي في الميه وتستلق منك حلو. يعني انت ما تقوليش لا انا مش هطلع، انت بس بتقرطي العروق، هي حواليها عروق فانت بتقرطيها عشان تعرفي تطلعيها منها. بصي جميله ازاي. اللي بتحطيها على وشها الاول بتاخد وقت معاكي عشان من تحت قاسيه شويه، انما الورقه من فوق كده بتبقى طريه وتبقى رقيقه كده وما بتستحملش السوا. بص كده انا بطلعها. بص بتطلع ورقه ورقه، اللي بلاقيها لسه بدري عليها بركنها على جنب شويه. كده خلاص انا طلعت الكرنب كله اهو، سلقته. دول بقى الورق الاخضر ده اللي انا بحطه في الاخر، بحطه في قعر الحله كده. لو عايزه بصل او بصل وفلفل وطماطم تحطها في القعر حلو كده. انا خرطت الخضره اهي وعملت التقليه كمان. هعمل بقى كوبايه قهوه. كنت مصدعه جدا. معلش بقى، خرجت من اللي انا بعمله. احطها على النار كده تتعمل على طول كوبايه القهوه. انا كيفة قهوه بس ماليش في الشاي، انا بشرب قهوه كتير عامه يعني، قهوه او نسكافيه.
بس عملتها، بص الجمال اهو. احمد اهو بيقول لكم دوسوا لايك، بس دوسوا لايك بقى ما تزعلوش كده بقى. حاطه ملح وفلفل اسمر وسبع بهارات ومعلقه شطه وحاطه دجاج. بصوا بقى تقلب مع بعض كده جامد. بصوا بقى الدهن اللي انا حاطاه، بصوا على الوش ازاي. ده كده بيدوب معاكي طالما الدهان ظهر على الوش كده تعرفي ان التقليه كده تمام وخلاص خلصت معاكي. كده بقى هنخش نقطع الكرنب اهو مع بعضينا. دي امي بقى بتقطع الكرنب اهو بنسويه مع بعض. بس هتوري كل واحده ايه بتقطعها ازاي حسب ما انت عايزه الورقه طويله عايزاها صغيره براحتك. كده خلاص خلصنا اهو تقليه. خلاص هعمل هلف الرز بقى. هشيل بس شويه دمعه عشان الدمعه جت كتير. هشيل شويه في الطبق عشان لما اجي الف الرز ما تبقاش دمعته كتيره، يبقى عامل زي الميه كده معاكم. لا، انقص الدمعه ولف الرز والخضره، وان احتجت دمعه حط لها طالما حقيقه خلاص. ده بتاع كيلو رز تقريبا او 2 كيلو يعني، في الرينج ده. عشان كنت عامله حاجات برضه هحشيها معاكم دلوقتي. كده هفضي الخضره بقى ونشوحها وهي على النار. انا كده كنت موطيه النار على فكره. كده هشوح بقى الخضره اهي. بس الخضره كتير، على كتر ما تحطي الخضره في المحشي بتديها ريحه وطعم جميله جدا على فكره. كتري خضره وكتري بصل وفلفل، والحاجات دي بتديها طعم حلو وبتبقى ريحتها جميله. بجد كانوا شويه محشي زي العسل. كده انا خلاص خلصت. اخد بقى شويه محشي. تعالوا بقى هوريكم المفاجاه اللي انا هعملها دلوقتي. بصوا الجمال بقى. دي فراخ صغيره، كنت انا اللي مربيها على فكره، فراخ بلدي دي. فايه قلت هحشيها شويه رز اهي. ودي بقى ايه الجديده دي بقى، رقاب الحمام الفراخ الرقبه. تاخدي الجلد بتاعها تغسليها كويس وتنضفيها وتحشيها رز كده. رز خلطه بتبقى زي الحمام الكداب، والله طعمها جامد. جربيها بصي مش هتندمي. اهم شيء يكون عندك سلوفان وتلفيها زي ما انا بلفها كده بالظبط، عشان خاطر الرز ما يدلقش منك. عندك خله سنان بتقفليها، ما عندكيش بصي بتحشيها ازاي اهي. لفيها كده في الورق السلوفان واسلقيها بيها، بتبقى بجد روعه وطعمها جامد. انا عندي كانوا مستغربينها، بس لما كلوها عندي في البيت حبوها. دي الفراخ اهي. بص بحشيها انا كنت كملت بقى الفراخ كلها اهي. بس بتقفليها بقى برضو قفلتها بورق سلوفان، ان انا ما قفلتش من الرقبه ومن تحت وكده. بصي اهي. دي عشان كانت اصلا مش كامله الفرخه، يعني ايه كانت متقطعه، فانا حشيتها ورحت لفاها بورق السلوفان زي ما انت شفت كده. كده المحشي بقى انا هحطه على النار. حطيته اهو سقيته بس بقى الجمال. ايه رايكم بقى كده؟ بصوا المنظر الجميل. ايه رايكم؟ بجد حاجه تفتح النفس وروعه وجميله. لو اول مره تشوفوا القناه بتاعتنا انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ومع الف سلامه يا حبايبي. مع السلامه. تعالوا